راح كمان نرجع، بس بكره عندي مشوار على السفاره السوريه. عم جهز لهم كم شغله وراح ارجع لهون، نرجع نكفي لهم باقي امورهم. الاولاد راح يرجعوا عند والدتهم المحترمه ان شاء الله، وبس ما في شيء. وانا خبرتها امبارح، كانوا عم يحكوا معاه، فانا دخلت وخبرتها انه هن جايين. فما بعرف بقى خبرتكم ما خبرتكم هذا الموضوع، انا ما، بس انا في حاله توتر. عم بحكي هلا معكم، بس انا في وضع يعني حرج. تمام. عم بعطيكم هلا رؤوس اقلام، اسباب ما اسباب الى اخره. ما راح نفوت هلا فيها. تمام. بس استخرت، عملت كل شيء. موضوع عم فكر فيه كتير. تمام. فشفت انه انسب شيء يبقوا مع امهم، يرجعوا لعند امهم، وما راح يتغير عليهم شيء. انا موجود ان شاء الله، اكون بالمريخ، انا موجود معهم. حضرت لهم امورهم، مع العلم انه باقي هي تقريبا شهر. احنا اليوم قديش بالشهر؟ تقريبا باقي شي شهر و10 ايام تخلص مدارسهم. بس لا، لازم يرجعوا. حضرت لهم المدرسة بمحافظة حلب. طبعا اكيد بمستوى اللي هون، اللي بيقول لكم دراسة بسوريا تحدي. عرفت شو؟ هلا فطلب منا، قال لا طيب نحن اللي جايين. صاري اللي بدي بابا بدنا ننزل. قلت له بابا انه كفوا المدرسه. قال لا لازم ننزل. وانا قايل لهم ساعة اللي بدكم انتم بتختاروا انكم تنزلوا، انا يا ابني رح انزلكم. انا ما بجبركم على شيء. بدكم امكم روحوا عند امكم، ما بدكم امكم بدكم ياني، والله ما في قوه بالكون بتاخذكم غير يمشوا على جثتي وياخذوكم. بس ما حبيت اختار بالطريقه اللي انتم اخترتوها معي. انا بالنسبه لي ما راح احكي شيء، ما راح اعمل شيء، راح انهي الموضوع هون بارضه، وراح كل انسان ياخذ حقه على الارض باذن الله، كسوشيال ميديا وكفضايح وكاسرار وك ك ك ك الى اخره.